ولا على النتائج، وإنما هل هذه المشاهد هي التي تتكرر يوميا في الحرب على التهريب؟ يكاد يكون يوميا. العمليات بالنسبة لنا احنا أي عملية حز لابد أن يرافقها اعتداء من طرف المهربين، وخاصة اعتداء البدني. وهذه عينة حية قدامكم وثقتوها، اللي هو من أحسن أعوان الديوانة تم الاعتداء عليه لأنه قام بالواجب متاعه فقط. اليوم العون أنا سمعته في الكوليس قالك شديت السيارة الأولى والثانية والثالثة في ظرف 3 أيام، والنتيجة الاعتداء عليه بالعنف الشديد أمام مرأى الجميع.